أنا متجوزة من 7 سنين وحياتي ماشية زي الفل من غير أي مشاكل، والفترة اللي فاتت تعبت شوية وما كنتش قادرة أعمل حاجة في البيت، وبصراحة البيت بقى يضرب يقلب والعيال قايمين بالواجب يعني. وفي يوم جوزي راجع متضايق، لقيته داخل عليا متعصب وبيقول لي هو البيت ده هيفضل عامل زي الزريبة كده، مش ناوية تنضفيه بقى؟ وقال كده بمنتهى البرود وما قاليش حتى سلامتك أو أخدني للدكتور. بس كل ده كان عادي لحد ما قال لي أنا على فكرة ما عنديش مانع أتجوز عليكي واحدة تانية، وخرج من غير ما يقول كلمة زيادة. طبعا أنا المفروض أزعل وأتضايق وكده، بس مش ده اللي حصل خالص، بالعكس كنت هادية قوي، لدرجة إن أمي لما عرفت الحوار وشافتني هادية كده افتكرت إني بهزر. رجعت بيت أهلي تاني وغضبت عندهم، بس قعدت أفكر وجات لي فكرة أخليه يندم على الكلمة اللي قالها دي. مبدئيا جوزي بيشتغل دكتور بيطري، فنزلت النهاردة ورحت أطبع 1000 كارت عليهم اسمه ورقمه، وكتبت بنعالج كل الحيوانات بالمجان، وكتبت عنوان العيادة بتاعته اللي في 8 شارع القصر العيني عشان لو حد عنده كلب ولا قطة تعبانة. ده غير عملت حسابات على كل المواقع باسم العيادة وصورته وأرقامه، وبما إني عارفة مواعيد شغله بقيت استناه يخلص شغل عشان أفضل أطلب دليفري على عنوان شقتنا، وهو اللي يلبس، قصدي يدفع، عشان يبقى يقول لي عايز يتجوز تاني. لما نشوف بقى، ما هو مبروم على مبروم ما يرلش.